السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل معاكم بقى ضاع عمرنا كنا بنعمل الايه الكبدة بقى، يا محمرة يا اسكندراني يا هي نفس الحاجات اللي كنا بنعملها دي ببصلايه كده. لا النهارده هعمل لكم بقى كبدة ايه تجنن. هعملها لكم بقى ان شاء الله بإذن الله الطاجن في الفرن بإذن الله. اتفرجوا بقى معايا. دينا حطينا ايه، حطينا كده بصوا، دي حتة سمنة مع حتة ايه ليا للي يحب يعني، بتدي طعم جميل في الطاجن وبتخليه طعمه تحفه. قول بسم الله كده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. زي ما عودتكم دايما بنسمي الله اول ما نبدا نعمل اكلنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي بقى هنشوح البصل شويه، نسيبه كده ايه لما يدبل معانا. يا رب تكون قناتي خفيفة وحاجة كويسة كده تقبلوها ان شاء الله وتكبر بيكم وتشتركوا فيها وتكون فيديوهاتي بتعجبكم بإذن الله يا رب، اللهم امين. ونحاول نعمل حاجة مع بعض مفيدة ان شاء الله. الطاجن ده على فكرة هيبقى تحفة جميل في غدا وهيبقى مغذي جدا. طبعا احنا عارفين الكبدة بتاعتنا، الكبدة طبعا مفيدة قوي، فلما نعمل طاجن زي كده متكامل بقى هيبقى مغذي جدا. وكمان اطفالنا بيبقوا جايين من المدارس بقى تعبانين، فهيبقى حلو قوي يعني. كده شوحنا البصل شويه. انا على فكره ما بخليش البصل يعني ايه يتحمر قوي عشان ايه ما يتعبناش بالنسبه للناس اللي ممكن معدتها تعباها او عندها ارتجاع مريء او الحاجات دي كلها. وانا كمان تعبانه برضو يعني ما بقدرش استحمل البصله لما بتكون متحمره ومتسبكه قوي، فما بحمرهاش قوي يعني. كده هحط الكبده معاكم. طبعا زي ما احنا عارفين الكبده اول ما بنزلها بعمل ايه، ما بقلبهاش عشان ايه ما تجيبش ميتها وتقلب بزفاره. طبعا بعمل كده وبسيبها، ولو حواليها بصل مثلا بعمله كده. وهنبدأ بقى نحط ايه التوابل بتاعتنا. هي بتتحمر كده شايفينها كده، وهتبقى شويه كبده ايه تحفه. وينفع برضو ناكلها عادي بالليل. شويه مخلل كده، وممكن نعملها برضو عادي، نعملها في سندوتشات برضو مفيش مشاكل. انا كده حطيت كل التوابل بتاعتي، حطيت كمون وفلفل اسمر او اسود حسب ما انتوا بتقولوا، والكزبره ناشفه وناعمه برضو. اللي شاف فيديوهاتي اللي قبل كده وشاف فيديو الممسحه لو عايزين بقى عنها بالتفصيل ما كتبتوليش انتوا ولا قلتولي اعمل لكم فيديو عنها علشان تعرفوا ايه القطع التانية بتاعتها وبتستخدم ازاي. لو عايزين قولولي. هي على فكره ممسحه جميله جدا جدا وبتنفع في حاجات كتيره قوي يعني. انا نافعاني في البيت، انا بصراحه هي ايدي في البيت اصلا يعني. لما باجي انضف هعمل لكم باذن الله روتين. انا بس يعني اللي مخليني مش عارفه اظبط الدنيا كده وانا انزل لكم فيديوهات كويسه بسرعه ان انا ما عنديش نت يا جماعه في المكان اللي انا فيه،
فللاسف انا بروح في مكان تاني علشان في نت يعني علشان انزل منه الفيديوهات، انما البيت اللي انا موجوده فيه دلوقتي للاسف ما فيهوش واي فاي يعني، فمش عارفه انزل براحتي. كده خلاص اهي الكبده قدامكم بتتشوح. هحط لها ايه بقى بعد ما عملت كده؟ هحط لها طماطم مكعبات، واللي عايز يحط معلش دي نسيتها تقطعها، واللي عايز يحط فلفل حامي مفيش مشكله. انا يعني مش بحط الشطه، انا بحب الشطه جدا على فكره، بس انا ما بحطهاش كتير علشان ولادي صغيرين وبرضو بخاف عليهم من الشطه، فما بحطش كتير يعني. كده هسيبها تتشوح شويه. على فكره ان شاء الله هبقى انزل لكم روتين نشجع بيه اطفالنا، ان احنا نعودهم يعملوا كل حاجه بنفسهم. يعني مثلا لو بنوتك كبيره شويه او ابنك كبير شويه، انا كده حطيت ملح بس حسب الرغبه طبعا زي ما انتوا تحبوا. زي بنوتك لو كبيره او ابنك كبير تقدري تخليه يرتب المكتب بتاعه، لو شنطته، يهتم بهدومه، ازاي يقدر يعمل واجب كده بترتيب ما يكونش علينا واجبات ولا مذاكره. هبقى اعمل معاكم كده ده ان شاء الله باذن الله. هطلع لكم بنوتي هتعمل كده مع الاطفال وتشجعهم، وادينا كلنا بنشجع بعض. يعني انا لما اعمل اكل زي كده وانت تقومي تعملي زيي انا شجعتك. غسلنا حاجه شويه مواعين في الحوض برضو شجعتك. بتبقي قاعده مكسله، طب ماسكه التليفون بصيت لقيت حد بيغسل او مواعين او بيعمل حاجه، اتشجعت قمت عملتهم. الدنيا كده الحمد لله خلصت. احنا بنشجع بعض يعني. نحاول نخلي موضوع القنوات او ان انا اعمل كده او ان انا اعمل حاجه مثلا يعني مش حكايه ان انا بعلم حد، لا احنا بنساعد بعض بنشجع بعض. فبالتالي برضو ممكن نعمل حاجات مفيده لاطفالنا، ان احنا نشجعهم ان هم برضو يشجعوا بعضهم ويعملوا حاجات مفيده باذن الله. كده الكبده خلاص عندي خلصت. هعمل ايه بقى؟ هحط على وشها زي ما قلت لكم، لو حابين تحطوا فيها فلفل ماشي، لو مش حابين خلاص. فانا مش هحط دلوقتي، هحط بقى ايه؟ هحط الجبنه الموتزاريلا كده على الوش وهحطها في الفرن كده. انا حطيت الجبنه، هاخدها بقى واروح بيها ايه، اروح بيها على الفرن كده معاكم. كده دخلتها اهو، دخلتها الفرن. اول ما تطلع ان شاء الله هوريكم شكلها عامل ازاي. وكده يا جماعه اهو الطاجن بألف هنا. انا ما كترتش فيه الجبنه، انا بحبه كده. اللي عايز يكتر طبعا يحط يكتر اكتر من كده، ومع شويه زيتون وعيش فينو او عيش بلدي حسب رغبتكم بقى انتوا براحتكم. والحمد لله خلصنا على كده. ويا رب الفيديو يكون خفيف وعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه بقى وتقولي ايه رايكم في الاكل ان شاء الله.